السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده انا هعمل معاكم السحلب. عندي كوباية رز مطحونة، ولو ما عندكيش رز او لو الرز بيتباع دلوقتي في السوبر ماركت، لو ما عندكيش رز مطحون هاتي كوباية رز واغسليها وسيبيها افرديها كده على حاجة تنشف، وبعدين اطحنيها في المطحنة. وعندي كوباية لبن بودر، وعندي كوباية نشا، نص كوباية نشا، وعندي كوباية سكر بودر، وعندي المكسرات جوز الهند وزبيب وسمسم. هنجيب بول او طبق نحط فيها السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح نحط النشا، احط اللبن البودر، واحط كوباية الرز المطحون، عندي زبيب، وعندي سمسم، ومعايا جوز الهند. هنقلب كله كويس مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما قلبنا المكونات بتاعتنا مع بعضها، انا جبت لبن، هنحط 3 معالق. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوبهم كويس، وهنروح نولع البوتاجاز، بس لازم نقلبه الاول حلو علشان ما يكتلش اما يتحط على البوتاجاز، عشان النشا ودقيق الرز اللي احنا حاطينه. بس بعد ما تقلب معانا هنروح نولع البوتاجاز ونحطه عليه، ونحط الكسرولة على البوتاجاز. بعد ما ولعنا عليه الدنيا هتبقى فيه على طول طبعا زي ما انا قلت عشان ما يكتلش مننا. واحط معايا معلقتين سكر. بسم الله. انا عماله اقلب فيه علشان النشا اللي فيه ما يكتلش، والرز هو كده خلاص اهو يغلي معانا. مقومه اللي انا عايزاه، مش تقيل كده ولا خفيف، حلو. ودي كده غلي معانا، هنصبه في الكوبايات. بس قوامه جميل، ولا تقيل ولا خفيف، حلو. نصبه في الكوبايات بقى. ودي كده السحلب بعد ما صبناه في الكوبايات. لو عندك مكسرات ولا حاجه، لو عندك مكسرات هنحطها. انتوا شايفين كمية السحلب اللي انا عملتها قد ايه؟ كوباية الرز والنشا واللبن البودر
وكوباية الا ربع نشا، ومن كوباية رز، كوباية لبن بودر، كوباية سكر بودر. وده كان فيديو النهاردة. عجبك الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.